السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الستاك، وعرفنا إن الستاك بيخليني أو بيسمح لي أرتب أكتر من ويدجت فوق بعض كلايرز يعني، وإن الستاك في نفس الوقت ما عندهوش ولا مين أكسس ألاينمنت ولا كروس أكسس ألاينمنت كبارامترز. قلنا ليه؟ قلنا علشان كلهم أساسا بيكونوا طالعين من نفس البوينت، أي ويدجت جواه بتكون طالعة من نفس البوينت بتاعته. وقلنا برضو إن آخر لاير بكتبها في الستاك اللي هي التكست فور دي مثلا هي أول لاير بتظهر لي على الشاشة. وقلنا ان الستاك عنده alignment بيظبط لي مكان اللايرز. احنا كنا قلنا ان الديفولت بتاع الالاينمنت بتاعه توب ليفت، بعد كده انا بحط الالاينمنت اللي انا عايزه، ممكن احط سنتر بوتtom سنتر ايا كان. اخر حته وقفنا عندها ان احنا كنا عايزين، قلنا ان الكونتينر البرتقاني ده لازق في السكرين من فوق، والتكست لازق في الكونتينر نفسه من فوق. فكنا عايزين نديه سبيس من بره وسبيس من جوه، وده ان شاء الله موضوع السيشن بتاعنا النهارده. خلينا نمسح 2 كونتينرز. طيب، اولا خلينا نتعامل مثلا مع كولوم عشان الموضوع يكون واضح بشكل اكبر. طيب، في البدايه لاقوياء الملاحظه ليس الا، هتلاقي ان الكونتينر ريد اللي جواه تكست 2 المكان بتاعه مختلف عن التكست 1. وده ببساطة عشان احنا قلنا ان المرة اللي فاتت ان الكروس اكسس الاينمنت بتاع الكولوم اللي هو بيرتب الويدجتس بشكل عرضي، قلنا ان الديفولت بتاعه كان سنتر. الديفولت بتاعه سنتر لو ما بصيتش بارامتر. طيب هو ليه ده اتسنتر وده ما اتسنترش؟ عشان قلنا ان ان الويدث او الكروس اكسس الاينمنت بتاع الكولوم بياخد مساحة بناء على أكبر ويدجت جواه. يعني هو أكبر ويدجت عنده اللي هو أول كونتينر، لأن هو الويدث بتاعه 200، فبالتالي الكولوم بتاعي هياخد أكبر ويدث اللي هو ال 200. فالكونتينر اللي تحت اللي هو تكست 2 اتسنتر بناء على الكونتينر الأولاني. بالأمارة أنا لو خليت ده الويدث بتاعه 150 زي الكونتينر اللي تحت، هلاقي إن الاتنين رجعوا مكانهم عادي زي ما هما، مفيش فرق ما بينهم إطلاقا. طيب، جميل خالص، ده مش موضوعنا النهاردة. موضوعنا النهاردة ان انا ازاي ادي inner space وازاي ادي outer space. دلوقتي انا عايز ادي outer space. يعني ايه outer space؟ يعني space من بره، يعني الكونتينر ياخد فيما حواليه space. السبيس الخارجية عندنا بنسميها margin، والمارجن دي هي باختصار الاوتر سبيس. جميل. طيب جميل، المارجن دي بكتبها فين؟ باجي جوه الكونتينر عندي اتريبيوت اسمه مارجن. جميل. مارجن ده بياخد كلاس اسمها edge insets geometry او edge insets. طيب، edge insets. طيب ده اسم الكلاس، لو دوست دوت هيطلع لي كذا named constructor. عندي edge insets دوت زيرو. دوت زيرو دي ما بتعملش اي حاجه، ده الديفولت بتاعنا اصلا دوت زيرو. عندي انسيتس دوت اول. دوت اول معناها ان انا بديها اوتر سبيس من كل الجهات، بمعنى انا لو جيت اديتها فاليو وليكن 100 لقيته خد سبيس من كل الجهات. احنا دلوقتي بنتكلم في الاولاني. طب ليه اللي تحت بعد زي الاولاني؟ هو بعد علشان الاولاني اوريدي خد سبيس من كل الجهات فاتسنتر في ناحيه معينه، فالتاني بقى سنتر بناء على اكبر تشايلد موجود في الكولوم زي ما اتكلمنا. بمعنى اصح للي مش فاهم، دلوقتي احنا الاولاني ده خد من شماله 100، من يمينه 100، من فوقه 100، ومن تحته 100، فاتسنتر في مكان معين. فالكولوم عندي بقى واخد الحيز ده كله. ولو مش فاهمين احنا تعالى نلون الكولوم ونشيل اللون تاني. تمام. تعالى نضيف الكولوم. لقينا ان الكولوم اوريدي خد كل المساحه دي علشان اكبر تشايلد عنده اوريدي خد المساحه دي، لان هو خد مساحه من يمينه ومن شماله ومن فوق ومن تحت. بالاماره لو جينا شلنا المارجن هيرجع تاني زي ما كان. فهو الكولوم خد المساحه دي كلها علشان الاول كونتينر عنده خد اوريدي المساحه دي كلها، فبالتالي الكونتينر اللي تحت اتسنتر بناء على الكونتينر الاولاني، علشان انا عندي الكروس اكسس الاينمنت بتاع الكولوم الديفولت بتاعه زي ما قلنا سنتر، ومش هتطرق للنقط دي تاني، قلناها كتير. طيب جميل، هنرجع زي ما كنا.
فاحنا قلنا باختصار ان المارجن ده اوتر سبيس، يعني الكونتينر بياخد سبيس من الجهات الخارجيه بتاعته. طيب عرفنا ان احنا عندنا edge insets دوت all، وعندي edge insets دوت zero، عندي بعد كده insets دوت symmetric. الانسيتس دوت symmetric عندها اوبشنال بارامترز، يا اما هوريزونتال يا اما فيرتيكال، يعني ممكن اديله انسيتس هوريزونتال وممكن اديله انسيتس فيرتيكال، ولو ما بصيتش حاجه منهم الديفولت بتاع التانية بيبقى بزيرو. بمعنى انا لو جيت مثلا رتبتهم بشكل عرضي، اديت سبيس بشكل عرضي وليكن مثلا 100، تكست 1 الكونتينر الاولاني خد سبيس بشكل عرضي from left and right، ولو جيت هنا لقيته بيقول لي ان الفيرتيكال بتاعي الديفولت بتاعه زيرو لو انا ما اديتلهوش قيمه. طيب عادي جدا اقدر ادي الفيرتيكال مثلا وليكن 50، خد سبيس بشكل فيرتيكال from top and bottom بشكل 50. طيب عندي edge insets دوت، احنا قلنا الزيرو، قلنا السيمتريك، قلنا الاول، قلنا الاونلي. اونلي ان انا ممكن اختار براحتي، يعني ايه بمزاجي العب براحتي خالص. ممكن اديله from top، ممكن ادي من التوب 20 فهو خد outer space from the top only، ممكن اديله from the bottom 20 تانيين هو خد space من البوتوم، وهكذا. ممكن اديله من الليفت ومن الرايت براحتي خالص، اقدر اديله اي قيمه انا عايزها، انا مش ملزم باي حاجه. واللي انا بديهم له دول اسمهم optional parameters، بمعنى انا بحط البارامتر وقت ما انا احب، ليس الا هو مش بيحجر عليا شيء معين. طيب مش بيحجر عليا شيء معين. طيب دول كده عندي اخر حاجه from LTRB، ودول بيديني positional parameters، بمعنى انا مجبر اباصي كل القيم دي، مجبر اديله قيمه في الليفت وفي التوب في الرايت في البوتوم. انا هنا الموضوع مش اوبشنال زي اللي فات، يعني الفرق الوحيد اللي ما بين ال LTRB والاونلي ان انا في الاونلي انا اللي بحدد البارامتر، فهناك كان اوبشنال بارامترز، اما هنا البارامترز بتاعتي positional parameters، او بمعنى اصح انا مجبر ان انا احددها. طيب كده اتعاملنا مع المارجن اللي هو الاوتر سبيس. عندنا حاجة تانية اسمها البادنج. جميل، البادنج ده اللي هو الانر سبيس عندي. طيب ايه هو الانر سبيس؟ بمعنى اصح سبيس من جوه الكونتينر، يعني التكست ده عايز ياخد سبيس، فالكونتينر هياخد سبيس من جوه بحيث ان التكست ده احركه مكان ما انا عايز. مثال، انا هنا هدي بادنج برضو بياخد نفس الكونستراكتور اللي هو دوتش ايدج انسيتس دوت، مثلا هديله from all وليكن 50، فخد فعلا 50 من كل الجهات. هو عنده نفس النيم كونستراكتورز بشكل عام. طبعا اديته 100 فهو اكبر من حجم الكونتينر فالتكست اختفى. هديله مثلا وليكن 70، هلاقي التكست يعتبر شبه سنتر شويه. طبعا انا عشان اسنتر تكست في البادنج لازم اكون عارف ابعاد الكونتينر، واديله القيمه بناء على ابعاد الكونتينر، مش هديله اي قيم هزليه كده وخلاص يعني. فانا كده يعتبر عندي هو اتسنتر شويه، يعني يعتبر اتسنتر. جميل، فده الفرق الوحيد اللي ما بين المارجن والبادنج، ان المارجن عندي بيلعب على الاوتر سبيس والبادنج عندي بيلعب على الانر سبيس. طيب سؤال، انا دلوقتي عندي تكست 1، تكست 1 ده انا لو عايز اسنتره جوه الكونتينر بتاعه هعمل ايه؟ طيب هتقول لي احنا خدنا ويدجت اسمها سنتر ويدجت، فانا لو حطيت التكست 1 بتاعي جوه سنتر ويدجت هلاقيه سنتر. هقول لك جميل، بس احنا كان عندنا رول من الفيديوهات اللي فاتت بتقول ان انا بشوف الويدجت بتاعتي وبفصصها، بشوف كل الاتريبيوتس اللي فيها. لو الويدجت بتاعتي مش هتخدمني، او بمعنى اصح مش هلاقي فيها الفانكشن اللي انا عايزها، مش هوصل للفانكشناليتي اللي انا عايزها، بضطر ساعتها اشوف ويدجت تاني. بمعنى انا لو نزلت جوه الكونتينر كنترول الت سبيس لقيت عندي alignment، تمام. alignment بياخد حاجه من نوع alignment geometry، او لو مش عايز ممكن ابصلها alignment عادي، الاثنين هيدوني نفس الناتج. لو كتبت alignment دوت هلاقي عندها bottom center center top center، انا دلوقتي هختار السنتر، ولو دوست run هلاقي التكست اتسنتر عندي. طيب ايه الاحسن ككود، ايه الاحسن ككلين كود؟ هل ان انا يكون عندي كونتينر جواه الاينمنت، ولا يكون عندي كونتينر جواه تكست، ولا يكون عندي كونتينر جواه سنتر جواه تكست؟
طيب هو بشكل عام كclean code إحنا بنحاول نبعد عن الcomplicated widget، بمعنى أنا لو أقدر أكتب كود ب1 widget أو ب2 widgets إيه يخلّيني أزوّد عدد من الwidgets؟ بمعنى أصح أنا عايز أقلل بقدر المستطاع من الكود بتاعي علشان يكون more efficiency أو يكون البرنامج عندي سريع بقدر المستطاع. فأنا طالما الكونتينر عندي هيديني الناتج بتاع ان انا اخلي التكست سنترد، فانا مش محتاج اروح ازود ويدجت على الفاضي سنتر ويدجت، لان انا لما بدوس رن الابلكيشن عندي هيخش جوه الكونتينر، هيرنه هيلاقي جواه سنتر ويدجت هيرنها، هيلاقي جواه تكست ويدجت هيرنها. اما انا عندي اوريدي في الكونتينر عندي alignment، فانا مش محتاج اروح اعمل سنتر ويدجت. باختصار انا لو عندي ويدجت تقدر تخدمني بالشكل اللي انا عايزه، فانا مش محتاج اروح ادور على ويدجت تانية، وده اسمه composable widget. ان انا ازود ويدجتس على الفاضي وده بيقلل من البروجرام efficiency عندي. فاحنا النهارده خدنا الفرق ما بين المارجن والبادنج، واتفقنا بشكل عام ان انا لو عندي ويدجت هتخدمني فانا بفصص الويدجت اللي عندي، لو ما لقيتش فيها الفانكشن اللي انا عايزها بضطر ادور على ويدجت تانية. اما لو فيها الفانكشن اللي انا عايزها فانا مش مضطر اروح اجيب ويدجت تانية علشان ازود من البروجرام efficiency بتاعي. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم.